بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وداعا بقى لكفتة الرز، هنعمل مع بعض كده كفتة هنزود من الكمية بتاعتها، ومش هنحط فيها رز خالص اللي هو المطحون، وكمان ولا هي مشوية ولا هي كفتة رز، وكمان هتوفر لنا في كمية التحمير اللي احنا بنحمرها في الزيت، بناخد كمية بسيطة جدا. وبص بقى على دي كده اما استوي. طيب المقادير بتاعتنا عبارة عن نص كيلو من اللحمة المفرومة، باخد لها بصلاية كده كبيرة مفرومة ناعم جدا، وباخد لها فص توم كبير برضو مفروم ناعم، ومعايا كوباية من البقسماط المطحون الناعم، وكمان معايا حباية من البطاطس مسلوقة، وكمان معايا قرن فلفل احمر او اخضر متقطع مكعبات صغيرة جدا، وكمان هنا معانا بيضة، وبنحط هنا معلقة من الملح، وبنحط ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون، وبحط هنا بهارات مشكلة او بهارات كفتة، وكمان بحط معلقة من البابريكا، وبحط ربع معلقة من البيكنج باودر. ببتدي كده اقلب كل المكونات دي كده مع بعض لحد ما يمتزجوا ويكونوا كده خليط متجانس. يا اما تضربيهم في الكبه، يا اما تعمليهم في الهون، يا اما زي ما انا عملتهم كده بهراسه البطاطس عجنتهم كويس، يا اما بقى بايدك تعجنوهم عجنه كويسه. بجيب معلقه من الزيت وهبتدي ان انا ادهن بها صوابع ايدي، وهبتدي ان انا اشكل الكفته بتاعتنا. بس اهم حاجه ان انت لازم تعجنيها كويس بس عشان تبقى كل المكونات ناعمه خالص. بصبحها كده زي كفتة الرز بالظبط، بس بطول شوية عن كفتة الرز زي ما انت شايفين الحجم اللي انا عاملاه ده. هنبتدي نصبع الكفتة كلها بالطريقة دي، لان هي لما هتدخل في النار هتبتدي تكش شوية، وهتدخل يعني سمكها هيتخن حاجة بسيطة. خلاص، يبقى انا بصبحها زي كفتة الرز بالظبط. بعد كده هجيب طاسه بس هحط فيها معلقتين من الزيت، ما بتحطيش هنا زيت غزير خالص، هما معلقتين بس من الزيت، معلقتين كبار، وبتسيبي الطاسه بتاعتك تسخن. واول بعد كده ببتدي انزل بصوابع الكفته بتاعتنا. خلاص، ببتدي ان انا كده اول ما الاقيها بتتشمع ببتدي ان انا اخدهم كده على جنب، وهحط بردك ازود كميه تانية. ما بقلبش خالص الا ما احس ان صابع الكفته من تحت خد لون واتحمر معايا. هنا بهدي النار وبخليها على الوسط، وابتدي بقى اسيب الكفته لحد بقى ما تستوي. بقلبها بقى على الناحيه التانية لحد ما الكفته تلون من كل الجوانب. ببتدي بقى احمرها تحميره كده كويسه. بيكون عندك بقى مصفى يا اما منشف مطبخ، المتوفر عندك. بصراحه انا بطلعها على طول على مصفى، بحب دايما اطلع الحاجات المتحمره دي على مصفى. لو فيها بقايا زيت هي بتنزل البقايا دي في قلب المصفى. طيب، هي بصراحة هنا ما بتشربش زيت على فكرة، يعني مش هتنزل لك زيت ولا اي حاجة، بس انا بردك بحب دايما اكون ايه حطاها يا اما على مصفى يا اما على منشف مطبخ. خلاص، هقلق الكمية كلها بالطريقة دي. بصراحة الطعم بتاعها في منتهى الجمال، جميلة جدا. عايزه اقولك ان هي موفره، يعني انا استخدمت نص كيلو بس من اللحمه المفرومه مع المكونات اللي انا حطيتها، عملت لي طبق يعني كده محترم جميل جدا. والله كفانا غدا وعشاء. مش قادره اقولك بقى على الطعم بتاعها كمان في منتهى الجمال. تقدميها بقى مع سلطه خضراء، مع سلطه الطحينه، كمان لو حبيتي تعملي جنبها مكرونه او رز ماشيه معاكي خالص. وصدقيني الطعم بتاعها في منتهى الجمال. على فكره هي بتبقى متحمره من بره ناشفه، لكن من جوه بتبقى كده طريه وجوسي خالص. شوفي انا بقطعها قدامك اهو. دي كانت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.